بقول لك ايه، تعالى كده هوريك فيديو، بس يعني حاول على قد ما تقدر تمسك نفسك من الضحك يعني. تعال نشوف الفيديو ده ونعلق عليه مع بعض. ورحمة ابويا ده سحر. مش معنى لما جه سيد عبد الحفيظ الزمالك حصل كده، ده احنا من اول الدوري واكلين كل الفرق. انت بتتكلم بجد والله ولا بتهزر؟ واقسم بالله ده سحر. سحر ده إيه يا سحر. أحمد؟ اه والله لا عمل حاجه من الاثنين، لا ده لا ده. انت عاوز تقنعني ان الزمالك المدرسه والفن واجمد فرقه في افريقيا واجمد فرقه في مصر مش عارفه تعدي نص الملعب؟ اجمد فرقه في افريقيا؟ اه يا كابتن، ارجع بالتاريخ يا كابتن. لو خدت بالك انت من دي، ارجع للتاريخ، ها. ارجع للتاريخ ايه ده؟ انت ما رحتش افريقيا من سنه 2000 قبل الميلاد. اهبد يلا كمل. انا بكلمك دلوقتي. فدي مش كوره يا كابتن، دي مش كوره، ده سحر. ده بقالك سحر. 4 سنين يا مش كابتن. معنى لما سيد عبد الحفيظ جه ما احنا واكلين الفرقه كلها من اول الدوري. مش معنى لما سيد عبد الحفيظ جه اول لما حط رجله، مش معنى. ماله سهل على الحب. ثواني بس، يعني احنا طول الفتره اللي فاتت دي كلها كنا بنكسب من غير بالاعمال وسحر يعني. انا كنت واخد معلومه غلط، يعني مش باللعيبه الجامده مثلا اللي عندنا، ولا بمدرب جامد، ولا احنا نادي بطولات اصلا فاحنا كنا بنكسب بالاعمال وكده. لا، ده انا كنت مغيب. طب لما سيد عبد الحفيظ مشي بقينا نخسر، ولما سيد عبد الحفيظ رجع كسبنا عشان جدد لنا الباقه، ولا ايه؟ جدد باقه الاعمال، صح؟ يا باشا سيد عبد الحفيظ بيروح في كرداسه بيعمل السحر هناك لمشايخ انا عارفها، بيدوا له السحر ده. على كده بقى منتخب مصر يعمل سحر يوصلك كاس العالم وناخد كاس العالم؟ عندك شيخ يعمل كده؟ طيب يا كابتن يا طب كابتن، كمان. ده الاهلي بيروح يكسب في افريقيا بسبب السحر، مع ان هما بيلاعب فرقه هما اللي بيعملوا السحر ذات نفسه. ده سحر الفودو. بص، هو ده باختصار الفرق بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. جمهور الاهلي اتربى على البطولات واتربى على ان النادي بتاعه يقف في ظهره وكده، لكن في نادي تاني اتربى على الاعمال وعلى السحر والحاجات دي، فهو ده عقليتهم. هو ده الفرق بين جمهور الاهلي واي جمهور تاني. يعني انت طول عمرك بتخسر، طب ما تروح يا اسطى تعمل الاعمال عند، هي كلها باقه هتروح تجددها. يعني انت عارف المكان اللي بتعمل فيه الاعمال. خد اي حد مسؤول من نادي عندكم ويروح يجدد الباقه عندكم. يعني احنا دلوقتي سيد عبد الحفيظ معاه باقتين، باقه ان هو الاهلي يكسب وباقه الزمالك يخسر. يعني دلوقتي احنا ماشيين بباقتين. يا اخي بتفكيركم ده اقسم بالله، يعني استمروا بالتفكير ده، ماشي. وبعد كده تنافسوا على ونفسوا على الهبوط بعد كده. بس تفكيركم بصراحه عاجبني.